السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. لن تصدق ما فعلته تلميذة تدرس في الثانوية لصديقتها بعدما ذهبت معها إلى المنزل بولاية سطيف، وعلى كل تلميذة أخذ الحيطة والحذر. وهذه التفاصيل الكاملة، تابع الفيديو للأخير. السلام عليكم خوتي. هاد السمانة كنا درنا لكم الموضوع تاع سمية اللي صنع عدد كبير من الجزائريين، واليوم في بودكاست عشت وشفت إكستار رايحين تشوفوا موضوع أخطر بألف مرة من موضوع سمية، أخطر بكثير من موضوع سمية، ودايما في نفس السياق تاع البنات اللي يكونوا يصراو لهم أشياء ولكن ما يهضروش لأهاليهم. الموضوع تاع اليوم اللي راح تشوفوه العشية راح يكون على واحد التلميذة في الليسي، من سطيف، من ولاية سطيف. وش الدير؟ استدرجت زميلتها في المدرسة اللي لبس بها، هي مرتاحين ماديا، استدرجتها للدار، قالت لها باللي يا ودي عجبتيني وعجبتي ماما ومنا ونخطبوك لخويا الى غير ذلك. الطفلة تقرا في الليسي، راحت مع صاحبتها للدار، ويبدو الامر عادي، ولكن كانت متفاهمه مع يماها ومع اخوها انهم يديروا لها بياج. وشنو هو البياج؟ انه خلاتها في الدار وجا خوها زعما ريح معاهم ودار جاست عيان. وش دير يمات الطفله والطفله؟ صوروا هذه التلميذه خلصه بالتليفون، صوروها ورجعوها انه مثلا هاد التصويره نهدوك بها، ولو كان ما تعوديش تجيبي لنا الدراهم والذهب والاموال من داركم نكشفوك عند باباك وباباها اونترينور تاع صاله تاع ميسكيلاسيون، وخاوتها وسطيف والعلمه وشغل الموضوع شغل ماشي انا صح شغل طيح روح يعني. فالطفله هذه ايفيكتيفمون سنوات وهي تدي في الاموال وتدي في الذهب، ودارت ديقه قد الدنيا لدارهم. هي معذوره لانه ما عرفتش كيفاش تتصرف، ولكن هذا هو الموضوع اللي راح يكون من اخطر المواضيع تاع الابتزاز، واللي كانت البطله تاعو نهار صرا تلميذه في الليسي، طفله تقرا في الليسي.